انما جالنا لحد عندنا. لا يجيلنا ولا نروح له، احنا مش عايزين منه حاجة. ده كلام يا راجية، ده اخوكي شقيقك، هو انتوا ليكوا غير بعض؟ ده كان زمان قبل ما يعرف الاشكال اللي عارفها دي. محمود اخوكي في كل وقت يا راجية، زمان ودلوقتي. وهو بيعرف الست دي؟ لا. يعرف ده ايه؟ دي مراته. مراته وله عين يجيبها لحد هنا كمان؟ يا بنتي سواء قبلنا ولا ما قبلناش هو ده الامر الواقع. جوازة فاشلة، وان استمرت الشهر ده لا يمكن هتستمر الشهر الجاي. اديها شهرين كمان وبكره يفوق ويندم. حد في الدنيا يعمل عملته؟ ده اكيد الجنة. على كل حال العقل يقول انه مادام جالنا لحد عندنا ما نسيبهولهاش. يعني ايه بقى؟ يعني ما نديهاش فرصة تستحوذ عليه، لازم نبقى دايما معاه. يا عمتي اسمعي كلامي بس يا راجية، قومي سلمي على اخوكي وتصالحي معاه. وعلى رأيك هي اللي بره وانت اللي جوه. مش طايقة ابص في وشها. معلش يا حبيبتي استحملي. السهتانة البلافة دي. يلا يلا بس وخلي دماغك كبير، واوعي تغلطي عشان محمود ما يمسكش علينا فرصة. والله ما انا عارفة اقول لك ايه يا عمتي. يلا بس يلا. سعيدة. اهلا يا راجع. سعيدة ده ايه واهلا ايه؟ بالاحضان يا ولاد، بقى الاخوات يتقابلوا بالشكل ده. انا عارفة. ازيك يا محمود؟ ازيك انتي؟ بقى تروحي كده وتقولي عدولي؟ هو انا برضو اللي قلت عدولي ولا انت؟ ما خلاص بقى عايزين ننسى اللي فات. مظبوط يا بنتي. يعني ما سلمتيش على نعمت؟ لا ما تسلمش عليها ازاي، دي مرات اخوها وهيبوسوا بعض كمان. ازيك؟ ازيك انتي؟ وايه بقى الحكايه اللي انا سامعها دي؟ حكاية ايه؟ انت صحيح عايزه تبيعي بيت الحلميه؟ ايوه. ما بحوش ليه؟ طيب مش تاخدي رايي؟ اخد رايك؟ ما انت مخاصمنا ولا سائل فينا. انا اللي مخاصمكوا ولا انتوا؟ والله اللي يعمل فينا العمايل دي يبقى مخاصمنا. ما قلنا ننسى اللي فات. لا، ومع ذلك انت هتمانع ان انا ابيع البيت؟ طبعا امانع، لان في تقسيمه جديده طالعه في المنطقه دي، والشارع اللي طالع عليه البيت هيبقى شارع رئيسي. الله، وانا ايش عرفني؟ المفروض انك تسالي اللي يعرف. طب الحمد لله يا ابني، دي كانت هتمضي العقد بكره. اوقفي البيعه طبعا. حاضر. وانت عامله ايه في شغلك؟ كويسة. كويسة ده ايه؟ دي مش مستريحة يا محمود. ليه؟ واحدة واخدة ماجستير في إدارة الأعمال من الخارج، الحقيقة مش مقدرينها كويس أبدا في شغلها. اسمع يا سي محمود، ما تأخذونيش يعني اني بتدخل. انا سمعتكم بتدوروا على موظف كويس لمكتبك. اظن بقى لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي احسن من راجية، على الاقل هتبقى قلبها عليك. ولا ايه رأي حضرتك؟ مظبوط يا بنتي، بس بشرط تدولها بقى ما هي كبيرة قوي ومركز كبير كده اهو. انا شخصيا ما عنديش مانع. لكن انا انتي ايه ده؟ انتي تقبلي من غير ولا كلمة. هو ده الرأي السليم واللي كان لازم يتعمل من الاول. بقى يبقى اخوكي محمود بيه اللي عنده مكتب تصدير واستيراد قد الدنيا وتروحي تشتغلي بره؟ خلاص يا ابني، من بكرة تقدم استقالتها وتستلم عندك. هو ده عين العقل. الحمد لله، دي حاجة كويسة قوي. مبروك يا راجية. الله يبارك فيكي. طيب نستأذن بقى. لا تستأذنوا ازاي؟ لازم تتغدوا معانا مرة تانية ان شاء الله. اهو بعد ما تقولنا بقى وادي احنا فيها اهو. ايه رأيكم بقى تقولنا يوم الجمعة تقضوا معانا اليوم في المزرعة؟ خليها بظروفها. هي دي احسن الظروف، ولا ايه يا سي محمود؟ مظبوط. احنا في انتظاركم الجمعة الجاية يا عمتي. سلام عليكم يا عم. عليكم السلام. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. عربية محمود بيه جت اهي. دي خالتي جاية لوحدها من غير محمود بيه. مالكوا يا ولاد واقفين كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت جيت يا خالتي؟ جيت يا خالتي. فيه ايه يا ولاد؟ فيه ايه يا فتحي؟ ما تتكلموا، فيه ايه؟ مصيبة وحلت علينا يا ست نعمة. خليل جراله حاجة؟ لا يا خالتي، خليل جه من يومين ونزل الشغل في الغيط ورجله فوق رقبته. الحمد لله يا رب. طب فيه ايه؟ اتكلموا. البرقوق يا ست نعمة. ماله البرقوق؟ ضرب كله. يعني ايه؟ تعالوا وروني. بعد ما جمعناه في الإقفاص استنينا ان اللوري يوصل في ميعاده وما وصلش. تاني يوم ما وصلش، التالت برضه ما جاش. جمعة بحالها واحنا على ده الحال لحد ما ضرب، مش كده؟ يا حول الله يا رب. استنينا انك تيجي من مصر عشان نتصرف، ما جيتيش. طب ما هي مصر بعيدة عليك، ما جيتليش هناك ليه؟ ما انت كنت بتيجي على الهايفة. طب بلاش تيجي، ما عملتليش تليفون ليه؟ ما هو مش من عادتك تتأخري مع البيه في مصر كل المدة دي، وكل ما تتأخري يوم نقول ضروري هتيجي النهاردة، ما بقيتيش تيجي.
ده كلام ده والنبي بقى، ده كلام ناس بتفهم. الله يسامحك. الله يسامحكوا انتوا، انت يا سي خليل وانت يا سي طنطاوي ويا سي رفاعي. جايباكوا هنا ليه؟ كمالة عدد؟ ما شلتوهاش على كتافتكم ووديتوها سوق الجملة ليه؟ انا قلت لهم كده يا خالتي، قلت تعالوا نتصرف اي تصريف. خليل قال لي بلاش عبط. هنشيل حمولة عربية لوري. تشيل ما تشيلش ليه؟ هو عيب؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا، انتوا بتتكلموا كده وايديكوا في المية الساقعة كده ليه؟ الحق مش عليكم انتوا، الحق عليا انا، الحق عليا انا. سبت المزرعة لسي فتحي وشوية عيال، والغلبان في الموضوع الراجل الطيب اللي معتمد عليا كده اهو. تحطوني في المزنق ده اهو. والعربية ما جاتش ليه؟ ما رحتوش تستعجلوها ليه؟ ولا على رجلكوا نقش الحنة؟ لا دي بقى عملناها است نعمة. كل يوم على الله نروح لمكتب النقل نقول لهم فين العربية اللوري، يقولوا لنا جاية في رجليكم ولا تجيش. ويقصدوا ايه بكده؟ يا اما انشغال يا اما والله اعلم الراجل المعلم بتاع شبرا وزهم علشان ما ادينالوش البرقوق بالسعر اللي هو عايزه. يعني بيعاندنا؟ انا بقول كده والله اعلم. طب معلش، الحق عليا انا، ارجع اقول الحق عليا انا. انتوا ناس بتاكلوا في قتة محلولة، قلبكم مش على حد، ناسين ان ده اكل عيشكوا زي ما هو اكل عيشنا، وفي الاخر هيقع على دماغكوا قبل ما هيقع على دماغنا. ما هو لما كل حاجة تخسر هجيب لكم فلوس منين؟ يا خالتي بس يا واد انت مش عايزة كلام كتير. يلا اجري اجري، جيبوا اي حاجة، تريسيكلات، حمير، بغال، اي بلا ازرق يشيل البرقوق. يلا هنبيعه باي سعر. رفاعي تعالى عاوزاك. حاضر. خد. ايه ده يا خالتي؟ دي سلسلتي. اعمل بيها ايه دي يا خالتي؟ خد دول كمان، دول حوالي 40 جنيه. انا مش فاهم حاجه خالص. هفهمك. هتنزل مع خليل المنصورة تبيع السلسلة باللي فيها ده. هي تساوي لها كده 350 جنيه. افرض بعتها بأقل من كده، كمل بالفلوس اللي معاك دول، المهم يكون معاك 300 جنيه. كويس. هتروحوا بقى المركز تدفعوا الغرامة عشان ابوك ما يروحش السنة اللي بيقول عليها دي. اسمها المصاريف. اسمها المصاريف؟ اسمها العفاريت. اهو روحوا وخلصوني. وده كلام يا نعمة يا اختي؟ هتبيعي سلسلتك؟ هعمل ايه؟ ما انا ما قداميش حل تاني. طب افرضي محمود بيه خد باله وسأل على السلسلة. انا كنت شارياها زمان، مش هياخد باله، الراجل ما بيسألش. لا حول الله يا رب. ما انا كمان